السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في فايكاس في الضاحية الشرقية للعاصمة مدريد. حان موعد المباراة الأخيرة ما قبل التوقف. هنا وحيث أقبل للعاصمة مدريد ساحر كتالونيا وفخر كرة القدم الجميلة برشلونة الليلة، وفي سهرة ثالث جولات الليغا أبناء فليك ورفقاء لامين وأصدقاء بيدري ورفاق رافينيا ضيوفا على العنيد نادي رايو في مباراة أخبرتنا السنوات الماضية عن صعوبتها، وبدت الفوارق الميدانية ضيقة ولو باتساع فوارق الأسماء ما بين الفريقين. هنا برشلونة من يريد التوقيع يا فيرمين على العلامة الكاملة للثلاث جولات أمام رايو المدجج بروح لاعبيه يديكو وبشخصيته القتالية أمام القادمين من أرض الكتالان. هنا الليغا الإسبانية في ختام أسبوعها الثالث، وقبل أن يتفرغ معظم اللاعبين لخدمة أوطانهم باتجاه لامين يامال. الكرة بتعود، خطأ على لامين، خطأ على لامين يامال في اللقطة الماضية لبيب تشافاريا. حكم اللقاء يصفر خطأ. غلبت المهارة في اللقطة الماضية، والكرة بتعود لفريق رايو. فرصة خطيرة لفريق رايو. بلازون في الانتظار، وصلت إلى إيزي. بلازون عنده كرة تصويبة لكن إلى خارج الملعب. إيزي بلازون قائد فريق رايو فايكانو. هنا لدينا تمريرة فيران توريس في كرة، فرصة للبارسا لكنها بتعود تشتت، وهناك أيضا تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة، وصول بعد ذلك من غارسيا في وسط الميدان. هناك صافرة، هناك خطأ. ماتيو بوسكيتس فيرر في محاولة. لامين لامين أراد أن يبدأ مبكرا. رافينيا كاد أن يفعلها. البرازيلي خطف الكرة الماضية وكاد أن يسجل أول أهداف هذا اللقاء أو روابط نادي فريق رايو فايكانو. هنا لدينا فرصة لكن إخوان غارسيا الانطلاقة، الفرصة للهدف الأول، لكن إيريك غارسيا في التغطية دفاعية والانطلاقة تأتي، الفرصة جول. إخوان غارسيا يتصدى الفريقين لأن الفار لا يعمل، لكن فرصة. هنا إيزي بالازون والتصويبة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. إيزي بالازون ممتازة اللمسة، تمريرة، الكرة بعد ذلك فيها تسلل. يحاول من الطرف الأيمن لامين يامال الله على لامين يامال في لقطة، بينما هنا يطالب بوجود ركلة جزاء ويأتي القرار. هناك ركلة جزاء لفريق برشلونة. نعم، هناك ركلة جزاء لمصلحة برشلونة يعطي التقدم. لامين جول. لامين يامال يسجل أول أهداف البارسا هنا في ملعب فايكاس. البارسا نعم هو من يتقدم، هو من يخرج من هذه الوضعية بهدف تسهيل الطريق، بهدف دفن الاحتمالات الصعبة، بهدف وادي مغامرة فايكانو قبل أن تبدأ. بيدري يتحصل على خطأ. بيدري بكل هدوء في وسط هذا الضجيج. رايو لا يريد التضييع، الكرة السهلة عن طريق الحارس إخوان غارسيا. كرة منقولة، انطلاقة سريعة، فرصة لا تأتي، والأول الهدف الأول يضيع بغرابة. هذه المرة مررها يا فيران، هذه المرة أتاها يا فيران، لكن فرصة رايو. برشلونة ضيع مع القائدين في البداية. هنا لدينا خطأ، بالدي يسقط وبطاقة صفراء يشيرها حكم اللقاء في هذه اللحظات. منقولة الكرة، نقلة باتجاه كوندي، التغطية كانت موجودة ومن ثم خطأ
لمصلحة فريق الرايو فايكانو. الحكم ثم تمريرة ممتازة إلى لامين يحاول فيها لكن حارس المرمى باتايا يواصل. كوندي عرضية خطيرة فرصة جول. أهدرها أولمو، أضاعها أولمو في اللقطة الماضية بتقدم برشلونة بهدف دون رد على حساب فريق رايو فايكانو في مباراة سيدور حولها الكثير من الحديث. مباراة في شوطها الأول انتهت. تلقاكم عن انطلاقة بداية الشوط الثاني. طرف الأيسر عن طريق الفارو والتصويبة إلى ركنية بشعار الاقتراب الآن من الركنية تنفذ. الله نعم ما بعد ضغط وفرص وما بعد رغبة كبيرة ظهرت. هم يعودون إلى نتيجة المباراة بتسديد لا تصد لا ترد. رايو هدف، البارسا هدف في هذه اللحظات بكرة بيريز، بتسديدة بيريز، بتصويبة قوية جدا كانت عن طريق بيريز في شباك إخوان غارسيا. بيريز يسجل هدف التعادل لمصلحة الرايو فايكانو. اهلا بيكم متابعين ستيب سبورتس. معادنا النهارده مع الجوله الثالثه من الدوري الانجليزي، والبدايه النهارده بمباراه قويه واليوم مليان احداث. يعني عندك دلوقتي مباراه مانشستر سيتي وبرايتون، وفي نفس التوقيت شغاله مباراه نوتنغهام فورست وويست هام، وكمان شويه عندنا قمه الجوله ارسنال وليفربول، مباراه الصداره. مين فينا هيبقى معاه 9 نقط ومين فينا هيثبت انه مش جاي يهزر الموسم ده، ولا يا ترى الفرقتين يتعادلوا وكل واحد فيهم يرضى بالنقطه. ونبدا مع مباراه الفيديو ده وهي مباراه مانشستر سيتي وبرايتون. مباراه قويه جدا، السيتي لسه خسران وده بعد ما توتنهام عمل عليهم ماتش قوي جدا وقدر ياخد منهم 3 نقاط، وعلى عكس برضه توتنهام ده خسر امبارح 1-0 من بورنموث. دوري مجنون بقى وانت فاهم. فطبعا المباراه النهارده معيار تقيل، سيتي ضد برايتون، وهل هالاند هيقدر يوصل تحطيم الارقام ولا لا، وبرايتون يقدر يقلب الترابيزه. تعال نشوف مع بعض كل التفاصيل واللقطات المهمه. بس قبل ما نبدا تعال اقول لك التشكيل. وتعال نبدا بالسيتي. في حراسه المرمى ترافورد، البين الدفاع ستونز وخوسانوف، على اليمين ماتيوس نونيز، على الشمال ايات نوري، نص الملعب بنلاحظ عوده رودري، وعلى شماله ريندرز، وعلى يمينه برناردو سيلفا، وثلاثي في خط الهجوم ايرلينج هالاند، وعلى الشمال مرموش، وعلى اليمين بوب. المباراه قويه جدا ومرموش بيتحرك كتير وبيروح على الجون كذا فرصه، وصنع لهالاند اسيست في الدقيقه 20، وهالاند راح انفراد لكنه شاطها باستهتار بطريقه غريبه جدا وضيع اسيست على ابننا. بس في الدقيقه 34 مرموش بيرقص 2 جوه ال 18. والله زي ما بقول لك كده، بياخد واحد على الثابته والتاني بيديه كوبري، بس هالاند بيسرق منه الجون وبيحط هو الجون وبيتقدم السيتي 1-0. والشوط الاول بينتهي بالنتيجه دي، بس الشوط الثاني بيبدا برايتون اشرس وماسك الكره اكتر وبيروح بمرتدات، وفي الدقيقه 67 بيتحصل على ضربه جزاء بيسجلها جدي جيمس ميلنر. ايوه هو جيمس ميلنر اللي كان بيلعب في ليفربول من سنتين 3. بينزل من على الدكه يحط ضربه الجزاء والمباراه بتكون 1-1 تقريبا لحد الدقيقه 85. اعتقد سيتي ممكن يرجع في اخر الدقايق، بس الصراحه السيتي مش هو السيتي، وبعد الاضافات الكتير اللي عملها جوارديولا لسه مش عارف يرجع الفرقه. ولحد هنا بيخلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.